تخيل كده ان في واحد في الخمسينات قدر يبيع ترام القاهرة لواحد قروي غلبان باللي فيه. مش بس كده، ده كمان قبض كاش ومضى العقود وودع المشتري ومشي. هتقول ازاي يا عم كود؟ طبعا ازاي دي؟ الحكايه مش مجرد عمليه نصب، ده كان كود عبقري في فن الاقناع. ازاي تخلي اللي قدامك يشتري الهوا ويشكرك كمان وهو بيدفع. انا حسام، والنهارده هنفك كود اشهر نصاب في تاريخ مصر، رمضان ابو زيد. رمضان ما كانش حرامي غشيم بيثبت الناس في الضلمه، لا، ده كان مهندس ذكاء اجتماعي. قعد جنب الراجل الغلبان وبدأ يشتكي له من إدارة الشركة والمشاكل اللي بتجيله من ورا القطر ده. الراجل سأله بمنتهى العفوية: هو القطر ده بتاعك يا سعادة الباشا؟ هنا بقى الكود اشتغل. رمضان بص له كده بوقار وقال له: بتاعي وبتاع الحكومة، بس أنا بفكر أبيعه لواحد ابن حلال يريح بالي. الراجل الغلبان ده طمع وقال إنها فرصة بقى ومش هتتكرر، هتنقلني من الفقر للغنى على طول فورا. فسأله كده بلهفة، يعني بمعنى صح: هو انت بتبيعه بكام يا سعادة الباشا؟ رمضان كده بذكاء قال له: والله يسوى آلاف آلاف، بس عشان وشك السمح ده وعشان انت راجل امين انا هرضى ب 200 بس. طبعا 200 جنيه اصلا كانت في الخمسينات مبلغ ضخم، بس كانت لقطة العمر. نزلوا في العتبة وراحوا عند محامي كده كان شريك رمضان ولابس البدلة والطرطور والدنيا الحلوة. كتبوا العقد والراجل القروي الغلبان عد الفلوس قرش بقرش. رمضان خد الفلوس وحطها في جيبه وقال له: مبروك عليك يا بطل، روح بقى استلم الشغل من الكمساري. الراجل من فرحته ولهفته راح على المحطة وبدأ يطلب من الناس تذاكر ويقول لهم ده ملكي بالورق والعقد. الناس هنا افتكرته مجنون والبوليس جابه من قفاه. هنا بقى حسام كود بيقول لك رمضان ما باعش حديد وماكينات، ده باع وهم. عرف يفك شفرة الطمع اللي جوه الإنسان وخلاه يبعد عن المنطق ويصدق حلم مستحيل أصلا. السؤال هنا مش رمضان ازاي اتنصب عليه، السؤال هو لو انت مكان الراجل ده وواحد ببدلة شيك عرض عليك كنز بسعر الطاب، انت هتقبل وهتصدق ولا هتفك الشفرة؟ سيبوا رأيكم في الكومنتات وما تنسوش اللايك والاشتراك، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم. أنا حسام، سلام.